انا هقول لك وجهة نظري بدون اي شفافية اطلاقا في المعادلة. انا دايما بحب اتكلم بالعقل وبالمنطق. انا مش مجبر ان انا اقول لك لازم تعمل كذا. مش من اختصاصي ان انا لازم اجي اقول لك انت لو ما عملتش كذا يبقى ما تعملش كذا. ده مش من اختصاصي. انا مهمتي حاجة واحدة، ان انا باجي افرش لك كل الورق قدامك وابدا ان انا ادي لك عقل ومنطق، وانت تبتدي ان انت تفلتر كل اللي قدامك ده علشان خاطر تختار المناسب بالنسبة لك. اهم ما في الموضوع ان انا اكون صادق وصريح معاك، ده اللي يهمك. انما اختيار الدايركشن بتاعك معتمد بنسبة 100% عليك. انا ما ينفعش اجي اقول لك والله انت لازم تدخل تعمل معادلة والا مش هتعرف تكمل حاجة. ما ينفعش اطلع اقول لك ان المعادلة سيئة وزبالة ما ينفعش تدخلها، لازم تدخل معهد عشان تعرف تدخل حاجة. ما ينفعش. ولكن انا دايما كلامي كله في نطاق معادلة كلية هندسة بينص كالآتي. تعال نتكلم قاعدين بالبلدي اهوت بالفلاحي خالص، قاعدين على القهوة كده وقاعدين بنتكلم وندردش ونتناقش مع بعض بكل شفافية. حضرتك علشان تعمل معادلة قدامك فرصة واحدة تعمل المعادلة، ده قرار اتطبق في 2025. فرصة واحدة، يعني لو ما نجحتش فيها ما عادش هينفع تعملها تاني زي النظام القديم. تمام تمام. طيب انت واحد حضرتك اصلا لما بتتخرج من سنة تالتة انت اصلا بتكون استنزفت تماما، او حتى لما بتتخرج من المعهد علشان تعمل معادلة بتكون استنزفت تماما من كم المعلومات ومن كم المواد اللي انت كنت بتدرسها، ومواد تقيلة حرفيا محدش هيحس بيك غيرك انت، بالذات المواد العملي. تمام. طيب وفي اطار المواد الثقافية اللي عندك كحضرتك اصلا المنظومة بتاعتك ما بتدرسلكش مادة علمية كافية لمفهومك. يعني الرياضيات اللي انت بتدرسها على مدار 3 سنين دبلوم وعلى مدار 2 معهد، حضرتك اصلا بتتخرج كأنك بالظبط ما درستش رياضيات، وقيس بقى ده على مواد كتير قوي زي الفيزياء والانجليزي والى اخره عندك من المواد. طيب انت لما تتخرج دلوقتي من سنة تالتة، تمام، المواد اللي هي اصلا بالنسبة لك مواد ثقافية مبسطة نوعا ما، عكس مواد طالب ثانوية عامة اللي بيقعد يدرسها 3 سنين كاملين متكاملين وبيدخل في اعماق المواد كلها ويتعمق فيها بشكل كبير قوي. انت بتاخد منها اجزاء مبسطة بالنسبة لك اللي بالتبعية ما بتتشرح لكش باسلوب يتفهم. انت اللهم ان انت بتحاول جاهدا ما بينك وما بين نفسك ان انت تفهم ده، لان المنظومة بتاعتك ما بتساعدكش على ده، ولا بينزل لك كورسات معتمدة محترمة تفهمك ده. انت في الاول وفي الاخر معتمد على نفسك علشان تفهم، عشان في الاخر بس تنجح في المادة بتاعتك. حلو حلو. طيب انا بنجح بالعافية اصلا في المواد بتاعتي دي، هتخرج من بعد تالتة دبلوم عايز اعمل معادلة. طيب علشان اعمل معادلة لازم انجح في 5 مواد. لازم انجح في انجليزي، في رياضة، الرياضيات هنا بقى بالاربع شعبات بتاعتها تفاضل وتكامل وجبر وهندسة، وفي الكيمياء وفي الميكانيكا اللي هي فيها استاتيكا وديناميكا. تمام. يعني تقدر تقول بالبلد كده خالص ان انت لسه اول مرة هتتعرض لمواد انت عمرك في حياتك ما تعرفش عنها اي حاجة. يعني انت كده لسه كأنك في حضانة، تمام، وداخل كلية هندسة، محتاج بقى سيستماتيك مختلف تماما في خلال 2.5 شهور يفهمك ده كله بيتكلم عن ايه، علشان انت حضرتك تعرف تدخل امتحان المعادلة تنجح فيها بنسبة 50%. انت بقى اقنعني ان انت ازاي تجهز نفسك في ال2.5 شهور دول، اللي باي ذا واي مش هيبقوا 2.5 شهور، هيبقوا اقل. ليه؟ حضرتك لسه متخرج من تالتة او متخرج من المعهد، مفيش عندك حمل ان انت تقعد تذاكر بقى مواد تانية ومواد تقيلة ومواد صعبة. عايز تاخد اجازة اسبوع 2 3 تفرفش عن نفسك شوية، فهتلاقي نفسك اصلا الوقت اتسرق منك. وعلشان تمتحن المعادلة بتمتحنها في شهر 9، في اواخر 9، يعني قول في يوم 27 26 9، في نهاية 9. لما انت بتروح كماتش كورة مثلا، هاخد المقياس ده على ماتش كورة او على فرقة بتلعب كورة،
لما بيروح يجهز نفسه لبطولة بيقعد قبلها شهور يعمل معسكرات تدريبية وأحمال وتدريبات وتمرينات علشان بس يعرف إن هو يأدي بشكل كويس في البطولة. الموضوع بالظبط بالنسبة لك كده كأنك رايح تعمل المعادلة في يومين 3، تلم المواد دي كلها اللي طالب ثانوية عامة بيذاكرها في 3 سنين، وفي النهاية في ناس كتير قوي منهم بيشيلوا مواد. تمام؟ فانت تقنعني ازاي ان انت تعرف تعدي؟ في ناس بتعدي يا باشمهندس، في ناس بتعدي. انا مش بقولك، انا بص انا بديلك افكار، برصلك ورق قدامك اهو وبديك افكار. في ناس بتعدي، في ناس بتعدي. طب اللي بيعدي ده بيعدي ازاي؟ واحد من اول سنة خالص خالص خالص، من اول ما دخل المدرسة بدأ يفكر ويدرس للموضوع. واحد من دلوقتي واحنا لسه هو في نهاية شهر 4 قعد يبدأ يذاكر للموضوع. في ناس من اول سنة تالتة بقالهم سنة كاملة 12 شهر قاعد بيدرس للمعادلة وقاعد بياخد كورسات للمعادلة. واحد من اول اولى معهد او من اول تانية معهد قاعد بيحضر نفسه لشهر 9 اللي هيمتحن فيه المعادلة. فده تمام، ده واحد بالنسبة لك قشطة تمام. الراجل حط لنفسه بلان ومشي عليها، وحط لنفسه طريق وبدأ ان هو يمشي عليه، فالدنيا بالنسبة له فل. في النهاية اخد فترة زمنية كبيرة قادر ان هو فعلا يدخل المعادلة، قادر ان هو يعرف يدخل يعمل حاجة في المعادلة، لان هو في الفترة الزمنية الكبيرة ديت لم كل حاجة بالنسبة له مهمة جدا في المعادلة. طيب انا بقى اعمل كل ده ازاي في شهرين ولا في شهر ونص ولا حتى كمان في 3 شهور؟ محتاج ان انت تضغط نفسك اكتر واكتر، محتاج ان انت تاخد كورسات مكثفة اكتر واكتر واكتر واكتر، محتاج ان انت ما تغلطش بس ربع غلط في امتحان انت هتدخله، لان انت كل مادة لازم تنجح فيها بنسبة 50%. لو في مادة نجحت فيها بنسبة 49% انت سقطت في المعادلة كلها. فالموضوع محتاج اعداد يا جماعة، اعداد ذهني واعداد فكري واعداد دراسي واعداد منظم للمواد اللي عندك من فترة بعيدة قوي، علشان الموضوع اصلا انت بعقليتك. بصوا، عقلية طالب التعليم الفني لا يختلف عليها تماما، عقلية قوية جدا وعقلية متفتحة جدا، ولكن المشكلة في المنظومة بتاعتك ان هي ما ساعدتكش على ده. انا واحد كدبلوم فني لما حد يجي يشرح لي حاجة انا محتاج ان هو يشرحها لي هي اتخلقت امتى واتبنت امتى ويجيب لي جدودها علشان افهم ده بيتكلم عن ايه. في واحد تاني بعقلية تانية، واحد تاني المنظومة مركزة عليه كويس والاعلام مركز عليه، لو اتشرح له الحاجة وهي عالطاير بيفهمها، هي مجرد عقليات. تمام؟ فانا محتاج الكورسات اللي انا اخدها تتفهم بنسبة 200%. اللي يشرح لي من تحت الصفر، محدش يجي يشرح لي كده بشكل مباشر ما بقاش فاهم اي حاجة ومش مستوعب اللي انا بستقبله. وفي النهاية يبقى انا اسمي باخد كورسات معادلة، وفي النهاية اسمي ان انا هدخل اعمل معادلة وبجرب حظي. مفيش حاجة اسمها بجرب حظي، في حاجة اسمها سعي واجتهاد، وبحضر لنفسي وبحضر فكري وبحضر امتحانات وبحل امتحانات كتير سنين فاتت وبعمل مش عارف ايه وبعمل ايه وبجرب وبعمل علشان خاطر لما اجي ادخل الامتحان انا ببقى راسم لنفسي انا هعمل ايه. وساعتها النتيجة مش بتاعتي، النتيجة بتاعت ربنا. ولكن نرجع تاني لنقطة مهمة، المعادلة تستحق ان انت تعملها، تستحق ان انت تعملها، ده قرارك انت مش قراري. هو ده بالنسبة لك اوبشن، ده بالنسبة لك اختيار ان انت تعمل المعادلة او ما تعملهاش، انت حر، ده حاجة تخصك انت الوحيد اللي تبقى شايف مصلحتك فين. ولكن لازم تختار التوقيت الصح. حضرتك دلوقتي لسه قدامك 4 شهور على الاقل علشان تعمل المعادلة. عايز تعمل المعادلة ابدأ فيها من اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، ما تستناش كمان شهر ولا تستنى اما انت تتخرج من المكان اللي انت فيه. كل يوم هيعدي عليك لو هتقعد تذاكر بس ساعتين لأي مادة تخص المعادلة اللي عندك، اللي انت اصلا الفيجن بتاعتك والرؤية بتاعتك وخلاص انت بقيت راسم لنفسك تماما ان انا لازم اعمل المعادلة، فيبقى انت دلوقتي من دلوقتي حالا تبدأ ان انت تحضر لها. ما ينفعش خالص ان انت تخلص وتروح تعمل معادلة في 2 3 شهور.
مش هتستوعب ده. والله العظيم انا ما بقولش الكلام دوت من دماغي، انا بقول الكلام ده من كمية الناس اللي انا كنت بتكلم معاهم السنين اللي فاتت دي كلها، واللي جمعت منهم تجارب كتير قوي 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 من رحلتهم في المعادلة. انما لما تكون انت بادئ من زمان، الموضوع بالنسبة لك بيكون مرتاح، مريحك نفسيا. على الاقل لما تيجي تدخل الاجازة تلاقي نفسك عندك فرصة في الاجازة ان انت تكمل الشوط التاني بتاعك. في الفترة الحالية تاخد شوط صغير بسيط بتدندن في المواد بتاعتك، لما تدخل في الاجازة تبقى قاعد كده خلاص انا مفضي دماغي كلها للمواد بتاعت المعادلة، وانت قاعد بتذاكرها في الاجازة تكتشف ان انت خدت شوط حلو قوي، فتبدأ ان انت ستيب باي ستيب انت عمال بتبني على اللي انت ذاكرته في الشهرين اللي احنا فيهم دلوقتي دول. انما كبداية لسه بتقول بسم الله يا هادي، مش هتلحق تعمل حاجة. عايزك تفكر بالعقل وبالمنطق، ما في عقل وفي منطق لازم تفكر بيه. فانا بفرش لك الاوراق قدامك وبقول لك وجهة نظري، قد تتفق معاها او لا تتفق، دي حاجة ترجع لك، ولكن هي في النهاية وجهة نظر. انا ما بتكلمش في قرآن، انا بقول حاجات في الحياة الواقعية، وجهة نظري انا مقتنع بيها، اللهم اني بوجهها لك، انت تاخد منها المفيد واللي على مقاسك وتطنش الباقي. شكرا. اللي انت طنشته هينفع لغيرك وشكرا. فانا وجهة نظري المعادلة تستحق ان انت تعملها، تستحق ان انت تعملها بمزاجك انت، ولكن تبدأ ان انت تجهز نفسك ليها من بدري. في ظل ان احنا دلوقتي بقينا بنشوف المعهد بقى صعب ان انا ادخل منه هندسة، لازم ادخل طريق مش عارف ايه علشان ادخل منه هندسة، فالموضوع بدأ يصعب. حتى كمان بدأ يصعب في المعادلة ان هي بقت سنة واحدة. ولكن انا بطالع بقول الكلام ده علشان ناس كتير جدا بتدخل تبعتلي وتكلمني تقول لي يا باشمهندس انا بالفعل بدأت في المعادلة، وناس كتير تقول لي يا باشمهندس انا صرفت نظري عن حاجات تانية كتير وهبدأ اعمل معادلة. انا دايما مش ضد المعادلة، انا دايما ضد التوقيت اللي انت تعمل فيه معادلة. ودايما في كل كلامي بنصح لو انت عايز تعمل معادلة يفضل ان انت تبدأها من سنة اولى صنايع كمان، ولو انت دخلت سنة تانية تبدأ من سنة تانية صنايع. في الفترة بتاعت الاجازات بتاعتك تقعد تذاكر كل المواد اللي عندك دي. تخيل ان انت تيجي في شهر 9 تمام، لما تيجي تتخرج من سنة تالتة انت بقالك 3 سنين بتدرس مواد اصلا بالنسبة لك هتبقى سهلة قوي ان انت تنجح فيها. خلاص انت بقيت متأقلم مع المواد دي، ومش هتفيدك بس في المعادلة، هتفيدك في المدرسة اللي انت فيها، وهتفيدك كمان في النجاح في المعادلة، وهتفيدك كمان في حياتك العملية وحياتك الواقعية. ولو انت دخلت هندسة هتفيدك اكتر واكتر واكتر كمان في كلية هندسة، وهتوفر عليك مشوار كبير قوي. انما اتخرج ادخل النار كده دايركت على طول مباشر، هعدي ازاي؟ انت اقنعني، اكتب لي تحت في الكومنتات انت متفق مع الكلام ده ولا لا، متفق مع هذا الكلام ولا لا، اكتب لي تحت في الكومنتات. بس فهي دي وجهة نظري بخصوص المعادلة. والله لو انت شايف ان هي مناسبة بالنسبة لك، الناس اللي بدأت في المعادلة من زمان كملوا استمروا، تمام، كمل واستمر. ولكن اهم حاجة ان انت تحط كل الاسباب بتاعتك وتحط كل الطاقة بتاعتك علشان تعرف تطلع منها بأقصى استفادة. الناس اللي هتبدأ دلوقتي ابدأ من دلوقتي، لسه معاك فرصة 100%، لسه معاك فرصة. الناس اللي لسه بتفكر تبدأ كمان شهرين 3 انصحك ان انت تبدأ من دلوقتي علشان خاطر ان انت تلحق تعمل حاجة في الفترة اللي جاية، ما تزنقش نفسك. والناس في فئة تانية يقول لك والله انا اصلا بره عني المعادلة، انا مش هعمل معادلة، مش هوجع دماغي. ماشي، ده تفكير، انت حر، ولكن الكلام كله في نطاق الناس اللي بتفكر تعمل معادلة. تمام يا جماعة، ربنا يوفقكم كده ان شاء الله، واللي بيعمل معادلة ربنا يوفقه وينجح فيها. ناس بتنجح في المعادلة يا باشمهندس، في ناس بتنجح في المعادلة، مفيش حاجة اسمها مستحيل، الموضوع صعب، ولكن في ناس بتنجح وبتعدي. في ناس بتنجح وتعدي، نسبتهم قليلة، ولكن انا دايما بقول لو في واحد قدر يعمل الحاجة دي في المكان ده فانت ما عادش عندك حجة. والله العظيم ان شاء الله تكون انت بتدرس فين وفي مكانك عامل ازاي، والدكاترة بتشرح لك ما بتشرحلكش، مادام واحد قدر في المكان اللي انت فيه ده يوصل فانت بالنسبة لك تقدر توصل، مفيش عندك اي حاجة. ويا ريت يا جماعة تختار المكان الصح اللي يديلك الكورس الصح، لان المعادلة وفي سناتر معادلة كتير قوي بتطلع مجرد ان هي تضحك عليك، يديك مادة ما بيعرفش يشرحها
مقابل سعر عالي قوي يخليك تصرف فلوس ومذكرات وفي الاخر يديها لك اونلاين، وفي النهايه تكتشف ان انت ما فهمتش اي حاجه، وفي النهايه تدخل المعادله ما تعرفش تعمل اي حاجه. فلازم اهم من ان انت تعمل المعادله ان انت تختار المكان المناسب بالنسبه لك يديلك المعادلة وعنده ضمير كامل متكامل ويشرح لك المادة من تحت الصفر علشان تبقى طالع فاهم الليلة عاملة ازاي، ويعلمك ازاي تتعامل مع امتحانات المعادلة بإتقان تام تام. والله العظيم بص، ان شاء الله ياخد منك مبالغ قد كده، بس الناحية التانية هو امين جدا معاك، وفعلا فعلا عنده ضمير، وفعلا فعلا المكان ده بيخرج ناس كل سنة كويسين بيدخلوا هندسة من المعادلة من المكان ده معتمدين. مفيش مانع ان انت تروح تقدم عند الناس دي. ولكن اي حد على الفيسبوك، الناس اللي بتدخل تبعت لك على البرايفت، لازم ان انت تراجع الناس دي كويس، لازم ان انت تشوف السي في بتاع الناس دي كويس، لازم تشوف الناس دي فعلا حقيقيين ولا مزيفين. ما انت ما بقتش صغير ان علشان اي حد يعدي عليك يضحك عليك، الموضوع كارثي بالنسبة لك. فلازم تختار المكان الصح في التوقيت الصح، علشان هو اللي هيفرق معاك، هو اللي هيرفعك او هيوقعك، المكان، المنظومة. تمام. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو وصلت معايا للنهاية متنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناة تنزل تشترك في القناة حالا علشان يوصلك جديدنا اول باول. كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن متولي. ومش عارف البتاع اللي ورا دي شكلها جامد جدا، بس كل شويه عمال بجيب اعلانات لان انا مشغلها على اليوتيوب. يا رب ما يجيش كوبي رايت على الفيديو، بس اهم حاجه. اشوفكم على خير ان شاء الله يا جماعه في الحلقه اللي جايه. كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن متولي، اشوفكم ان شاء الله على خير في امان الله. السلام عليكم.